يعني هو قرار انه يلا يا جماعه ميتنج، يلا يا جماعه انا داخله الحمام، فيلا انا ده كمان داخله الحمام، وانا كمان داخله الاخر واحده دي، يلا يلا. دي اللي بيبقى صاحبها ما عملش حاجه هي داخله الحفله بس. ايوه طب نقعد بقى، انتوا قاعدين بره يا عيني غلابه. فاكرين المرجحه دي؟ كنت لما تلعبها تبقى فوق في السماء وبعدها بتترزع في الارض. دي اسمها سيسو، زي اللعبه الازليه بين الست والراجل، لعبه المكسب الحقيقي فيها اننا يمكن نفهم بعض اكتر. نغم، نعم ازيك؟ الحمد لله. اسمك حلو جدا على فكره. ثانك يو. ليه بقى بتطلبوا مساواه؟ من مين؟ من الكوكب كله. انا ما بطلبش المساواه. انت مش مع المساواه؟ يعني مش معاها ومش ضدها، انا بطلب اللي انا محتاجاه. لو انا محتاجه في موقف معين ان انا اخد حقي كانسانه باخد حقي، وبعدين اوقات بستخدم ان انا بنت، فلو سمحت ممكن تمشيني عشان انا بنت. ظلمه والله، افترى. تقبلي تتقدمي العريس وتكتبي له قايمه وتدفعي له مهر، وهو بقى يقعد يقول لك انا عايز البدله من عند فلان والحلاق الفلاني. لو معايا فلوس وده اللي حاصل دلوقتي هقول ماشي. حتى لو ده مش موجود وانا قشطه هتجوز واللي انا مرتبطه بيه، احنا ينفع نتقاسم ونعيش الدنيا لطيفه طالما هو الشخص المناسب. في العادي في الرجاله اللي بتعرف تستوعب اكتر اللايف ستايل بتاع الستات، ولا الستات هي اللي بتعرف تستوعب اكتر؟ يعني اللي لما بيقرروا يستوعبوا الرجاله طبعا، مش الستات خالص. ايه ده؟ ايه ده بجد؟ اما بيقرروا يستوعبوا، يعني ما انا مش قصدي اللي عنده ابيلتي اسرع هي البنات. بتقول يلا بصي لا نرجع في الكلام. قلت لك دلوقتي انت هتستحملني ولا انت هتستحملني، فاقول لك طبعا انا هستحملك على طول. بس انت لما فكرتي قلتي ان الرجاله هي بتستوعب اكتر. هي بتستوعب طبعا. خلاص احنا في علاقه، زعلتك بتقولي ولا بتكتمي وتحزي؟ بص انا بقول، ولما بكتم مش بكتم عشان براكم. مش بتكتمي عشان مش ايه؟ مش عشان براكم. ده انتوا بتسجلوا. مين انتوا؟ انتوا الستات. ما انا بص هفهمك حاجه، لازم تبقي فاهمه ان انا باخد حقنا من الستات كلها منك دلوقتي. ممكن انا ارد دلوقتي؟ اتفضلي. انا كنغم بيحصل تو اوبشن. اول اوبشن ان انا بتكلم، ودي شخصيتي ان انا بقول على طول. انا ما بحبش النكد والزعل ويلا نخلص الخناقه دلوقتي عشان انا مش عايزه انام متضايقه، دي انا. تاني حاجه انا بسكت عشان خاطر انا شايفه انه من الحكمه دلوقتي ان الخناقه دي ما تتفتحش. ما هي اللي اتكتمت ولازم تعدي دلوقتي دي بتلف وترجع له تاني في حته بيروح متلسوع. شوف مين بقى اللي بيلسوعوا عشان انا مش منهم. بيبقى طيب. انت شخص ما بتجيش عليكي لحظه في وسط الخناقه كده بتبقي مستمتعه ان الخناقه شغاله؟ هقول لك امتى بقى؟ احنا اتنين شغالين في نفس المجال، ما بنشوفش بعض خالص، فالطبيعي ازيك عامل ايه، تمام بطمنك وبتطمني وبتاع. ففجاه انا بجد بلاقي اليوم عدى من غير ما نتكلم 3-4 ايام، فاتصل اتخانق لانه دي اطول مكالمه ممكن اكلمها له في اسبوع. اعمل ايه طيب؟ فالراجل طلعان عينه في شغله. مالك انت طلعان عينه؟ وحشني. اعمل ايه؟ ما هو زي ما هو مش لاقي وقت انت مش لاقيه وقت، ووصلتوا لبعض، ليه ما ناخدش الوقت ده؟ ما هو فين ما وصلناش بقى. انا ببعت له مثلا انت وحشتني، طب انا عايزه اشوفك، طب تمام معلش هخلص واكلمك، ماشي وانت كمان في ثواني كده. لكن الخناقه مكالمه، تبقى مكالمه كبيره جدا، تبقي مستمتعه جدا. مش بنتكلم مع بعض. هعمل ايه طيب؟ بتربي حيوانات؟ يعني كنت بربي كلاب. لو البارتنر بتاعك اعترض على وجود كلب او قطه في حياتك وانا ما بحبش الكلاب والقطط واستغني عنه، يا انا يا الكلب، والنبي ما تقولي الكلب. هو اكيد النتيجه في الاخر ان انا هختاره، بس على حسب الطريقه. يعني يا انا يا الكلب يا معلم، في ايه مالك؟ لو والله لو شنطه ما تتكلمش معايا كده، تعالى اتناقش معاه لانه ده كائن حي انا مربياه ومتعوده عليه. تعالى نفكر مع بعض، هوديه عند مامي ولا هوديه عند اختي، ولا هيبقى لازم اتعامل معاه في حياتي على جنب بره عنك وتمام، بس اكيد هختاره يعني. طب لو طريقته دي جايه من فوبيا، هو بيخاف من الكلاب، قال لك يا انا يا الكلب برضه. هو طبعا هو مين؟ هو الراجل. ماشي. انا السؤال ده كان مخوفني قوي. هو مين؟ روكي طبعا.
تعالي نرجع تاني، عشان انا موضوع الخناقات ده بالنسبه لي لغز، مش فاهم ليه. على فكره اوقات كتير قوي الرجاله بتتخانق عشان هم عندهم حاجه في الشغل عصبتهم، ففجاه ابقى كل يوم بنزل في نفس الميعاد الساعه 9 الصبح، فيجي مثلا بعد 3 سنين كل يوم بنزل 9 الصبح، اقول له حبيبي انا نزل، ايه اللي نزلك من البيت؟ ففي الاخر اكتشف انه متخانق في الشغل. طب انا مالي يا معلم؟ ايوه عشان انتوا بتفضفضوا، احنا لا. ما تفضفض ما تفضفض، انت حد قال لك اسكت؟ ما اعرفش، لا ما بفضفضش، لا عيب الرجاله عيب تفضفض؟ لا ما هو دي بقى مشكله، انت بني ادم لو جربت تعمل كده المساحه والمسافه اللي بيننا هتقرب اكتر. ممكن تعتذري تقولي انا اسفه عشان بس الموقف يعدي، سواء غلطانه او مش غلطانه. بس بعدها بعد ما نهدى احنا الاثنين بشويه هقول له، لانه هو مش 100% هيبقى عارف اني بعمل كده عشان انا بس الموقف يعدي، هو 500% بيعمل كده عشان عارف ان اتاسفت وخلاص. ده الديفولت بتاعنا كرجاله، احنا بنتاسف عشان الموقف يعدي. انت تعملي كده؟ ما هو انا كمان بعمل كده عشان اخلص من النكد. كتير بقى ما بيتخانقوش اصلا عشان خاطر الدنيا تمشي، عشان احنا لو فضلنا نتخانق كل يوم مش هنخلص. اللي بتقوليه ده بتقوليه عشان بتقوليه والله ابقى اكلمه لك ولا بالنسبه لك مين رئيس مجلس اداره العلاقه؟ الست. هو احنا لو سبناها على الراجل مش هتمشي تماما، دي احصائيات يا فندم. احصائيات ولا ايه؟ طيب لما هي بتعرف تدير العلاقه، ليه العلاقه بعد شويه وقت خناقاتها بتكتر؟ ما هي لو نظمت صح. خناقه كل اسبوع يعني نظمت؟ لا الخناقات هتقل اصلا، المفروض المنطق بيقول كده. كلها من عندها. شفتيها فين دي؟ انه راجل كده يتلكك لك ويعمل خناقه عشان عايز ينكد. لا شفتها طبعا كتير، موجوده اصلا. احنا عندنا هرمونز وانتوا ما عندكوش هرمونز، كلنا عندنا هرمونات بتتغير وبتكتئب وبتتعصب وبتصحى من النوم مش طايق نفسك، يعني سايبين الدنيا كلها وبتمسكوا في تفاصيل غريبه جدا والله العظيم. ايوه ما انتوا واخدين مننا الدنيا كلها. فين الدنيا اللي بناخدها؟ إيه؟ فين هي؟ ما هو انت بتقولي بتديروا كل حاجه وبتخططوا كل حاجه عشان العلاقه تمشي. طيب لو جبت لك هديه او هديتين وقلت لك اختاري منهم، اوكي، خاتم سوليتير وبوكيه ورد، تختاري ايه؟ الخاتم السوليتير ده. ايه ده؟ هو انت مش جبته؟ هو انا طلبته منك؟ ايه ده متفاجئ ليه؟ ما انت جبته. الهديه وقيمتها وكده. معلش البوكيه الورد ده هعمل بيه ايه؟ هلف بيه بروته ولا اعمل ايه؟ ما هيبقى قدامي وهيدبل. خاتم السوليتير يا حبيبي لما انت هيحصل لك مشكله هبيعه وهديك فلوسه. انا هديك تشم الورد يعني، هديك جلسه اكسجين. وده المبدأ عموما. لا لو جاي لي مثلا بوكيه ورد وشوكولاتات وبيتزا هاخد البيتزا، انا بحب الاكل، الحاجه المنفعه، احنا عايزين ننجز. ايه الورد؟ انا من رومانسيه الورد دي مش بتاعتي خالص. الورد هيسحب مني الاكسجين اصلا. لو اللي جه ورد بس رد فعلك بيبقى عامل ازاي؟ لا احكي لي عشان ده موقف. لا ده موقف. يعني اصل يعني لو اللي جه ورد مثلا بوكيه مثلا اللي هو ب 150 جنيه ل 200 ده كنت بصي على الرياكشن اللي على وشك. تمام يعني لو البوكيه 150 200 قشطه يعني عادي، لكن اما يجي لي بوكيه ورد ب 500 جنيه، طب ما انا جعانه يا محمد. طب ما انت جيت سالتني تتغدي ولا لا؟ ما انا هاجي اقول لك يلا نتغدى تقول لي ما انا لسه جايب لك بوكيه ورد. طب ليه؟ ما تاكلني. انا اعمل ايه بالورد؟ مش هتصور بيه. حصلت قبل كده؟ ايوه طبعا. كنت جعانه جدا. طيب ما نصحتيهوش نصيحه ولبسته في الحيط قبل كده؟ طبعا. لما لبس في الحيط عملتي ايه؟ قعدت اقول له بتسمع كلامي ليه؟ ايه؟ انت بتسمع كلامي ليه؟ انا مجرد ده بقول لك نصيحه. ده جحود. ما اصل انت يعني هو انا ايه؟ مش ما انا عادي جنبك بني ادمه طبيعيه جدا. لبس جنبك. بتسمع كلامي ليه؟ يعني استوعب تقولي له انت ما نفذتش صح، لكن تقولي سمعت كلامي ليه اصلا؟ نفذها بحذافيرها ولبس في الحيط. بس انا برضو سامع الكلام ليه؟ انا مش سالتني وده عقل بتعمل حاجه تانية، انا مالي؟ دي اسمها ندالة. ايوه. عامل ايه؟ يعني انا هنا بنناقش حاجات تانية خالص غير اول مره اشوف ندالة في العلاقه. طب بتطلبي الاهتمام؟ طبعا. انت دلوقتي قلتي له لو سمحت اهتم بيا، هو راجل، الجمله دي محتاجه تفسير. بيبقى عارف تفسيرها كويس. لا انت مفترضه انه عارف. لا تبقوا عارفينها والله. ليه بقى؟ لان انتوا في اول العلاقه كده لما بتلاقوش حاجه تتكلموا فيها بتقولوا ايه؟ قولي لي يا حبيبتي انت ايه الحاجات اللي بتحبيها؟ ايه معنى الحب بالنسبه لك؟ ايه معنى الاهتمام؟ هو ده بيبقى برزنتيشن، ما هو انت بتسال عشان تتعامل على اساسه. فطبيعي انا ببقى قايله انا بحب الاهتمام بطريقه معينه في مواقف معينه وبس، يعني لان انا شخص مش عندي طلبات كتير اصلا، فلما بحس ان هو مقصر مش بقى اللي هو
انت مش مهتم بيه، واقعد 3 ايام زعلانه خالص. حلو. ايه بقى الاهتمام بالنسبه لك؟ انه هو يبقى محتويني، تحس ان انا زعلانه خالص. اما تحس ان انا زعلانه واقول لك انا متضايقه وصوتي متغير معاك في التليفون، عادي جدا لو سالتني طب انت كويسه، مالك، الموقف كبير، فتلاقيه كبير وانت بتعمل حاجه، طب خلاص يا حبيبتي ابعتي لي مسج على واتساب وانا اول ما افضى هشوفها. مش ايوه انا متضايقه شويه، اي يا حبيبتي طب معلش، طب خلاص تمام هكلمك تاني. ايه اللي هكلمك تاني دي؟ كلمه هتفرق معايا. ولو قال لك مالك هيبقى الرد في 1 2 3؟ طبعا. امال انا عايزاه يسالني ليه؟ عم ماشي وراكي كاميرا تصور لي الكلام ده، لان انا اشوفه موثق. والله شوفوا بيحصل بعيني بره بس مش عارفه اجيبه صاحي هو. الشنطه مالها؟ ايه المكان ده؟ شنطتك عامله ازاي؟ فظيعه. هي بتوصل للمرحله دي ازاي؟ ما انا هقولك اللي انا بنزل بيها بيبقى فيها محفظتي والميك اب وكل البودي سبلاش بتاعي والكريم. ليه كل البودي سبلاش بتاعك؟ ليه البودي سبلاش والبودي لوشن مثلا لو انا عايزه اغسل ايدي فيبقى عشان كمان تبقى ريحتها حلوه، الهاند كريم بتاعي، الفيس كريم بتاعي، الوايبس، الكحول، المناديل، بلاقي معلقه اوقات عشان خاطر لو جبت حاجه وعايزه اكلها بسرعه، وازايز ميه، وممكن ساندوتشات. ومره لقيت مفك في الشنطه ببقى نازله فبحط كل حاجه. ما هو انا لو نسيت حاجه هيبقى يومنا اسود، فليه منزل بالشنطه كلها؟ نزلتي بقى بالشنطه دي انت محتاجه حاجه بتجيبيها ايه ازاي بقى من جوه اللغز ده؟ عارف ازاي؟ انا محتاجه بنسه مثلا، بحط ايدي كده بطلعها. ازاي؟ اهو كده بقى قدرات. طيب لغز تاني من الالغاز اللي بجد غريبه جدا بالنسبه لي، اكيد بقى دي برضو انت بتعمليها، ليه بتخشوا الحمام في سرب؟ انا داخله الحمام خديني معاكي خديني معاكي خديني معاكي، فجاه الترابيزه بتبقى كلها رجاله، تعملوا ايه جوه؟ بنتكلم في حاجات احنا ما نعرفش ان احنا هنتكلم فيها. يعني هو قرار انه يلا يا جماعه ميتنج، يلا يا جماعه انا داخله الحمام، فيلا انا ده كمان داخله الحمام، وانا كمان داخله الاخر واحده دي، يلا يلا. دي اللي بيبقى صاحبها ما عملش حاجه. هي داخله الحفله بس. نقعد بقى انتوا قاعدين بره يا عيني غلابه. شوفي قاعد ما بيتكلمش ازاي، بنصنا بيبقى التيشيرت مش لاقي على البنطلون. ده انا افتكرت مثلا انه حد عمل لقطه فاحنا بنناقش اللقطه. لا كل حاجه احنا بنناقش كل القعده، كل حاجه. بصراحه ربنا يكتر من امثالك. لو بس معلش، لو حاجات اللي قلتيها دي حقيقيه بتحصل، حقيقيه في مداخلات تليفونيه، في كائن ست بيقول انا اسفه وهو مش غلطان عشان الموضوع يعدي، بيكبر دماغه، مش بيسال اسئله تريكي من بتاعه CIA. ما هي الاسئله دي مش بتيجي لوحدها، خد بالك. يعني في العادي في يوم عادي انا اسالك عادي انت بتعمل ايه يا حبيبتي، لكن لو انت في ليك سوابق هقول لك انت بتعمل ايه عادي جدا وتترعب وترد وانت ساكت اتفضل لي تليفون. لكن لو ما فيش انا ليه هعمل عليك ستوكر بقى ووريني وبتاع. ففي الاخر يعني اتبسطت بيكي، وانا كمان قوي والله. وبجد ربنا يكتر من امثالك. العينه دي لو انتشرت هتبقى حاجه شيء ظريف جدا جدا، والسلام هيعم بنسبه كبيره. والله مش هنشوف، انا بشوف رجاله على كوبري اكتوبر يا حرام، الستات الازاز بيبقى مقفول والست عم بقى حاطط ايده على الازاز وهو عامل كده مستسلم للكوبري، ما عندوش والمنظر ده انت بتلاقيه بس ممكن يبقى 3 4 عربيات ورا بعض قاعدين، خلاص هو هعمل ايه؟ زعقي بقى انا تمام خلاص اشتغل. فربنا يكتر من امثالك. شكرا واتبسطت جدا بالحلقة. انا كمان اتبسطت قوي بجد. عجبك الفيديو؟ خليك دايما معانا، اعمل لايك ومستنيين كومنتاتك، فعل زرار الجرس واشترك في القناة وتابع كل جديد بنقدمه على صفحتنا على فيسبوك وحساباتنا على انستجرام وتيك توك وتويتر.